دلوقتي في المسائل اللي فاتت كنت بحاول ان انا ازاي اجيب مسائل الجنرال linear programming problem وازاي اجيب الجراف بتاعها. طب هنا بقى عايز اعرف ازاي الجنرال اخليها standard problem. standard problem يعني ان انا اخلي بدل المسألة عندي كده تبقى مثلا 2x1 زائد x2 اصغر من او بتساوي الاتنين، لا، ان انا اخليها 2x1 زائد x2، بس دي اخليها تساوي. دي بغيرها ازاي؟ تعالوا نشوف. انا علشان اغيرها لستاندرد بستخدم حاجه اسمها slack variable. السلاك variable ده هو اللي بيخليني احولها لايكويشن. طب ازاي؟ اول حاجه الماكسيمم زد عندي بينزل زي ما هو، ما بغيرش فيه اي حاجه. زد بيساوي 3x1 زائد x2. اول مساله عندي بقوم قال ايه؟ بقول الاتنين x1 زائد x2. انا عندي هنا المسألة بيقول لي ان هي دي كانت مسألة الماكس، تمام، لان ده ماكسيمم اللي هو اصغر من او بتساوي الاتنين. في الحالة دي بقول زائد s1 زائد s2 في صفر. يعني الاس2 عندي ما بكتبهاش، بتساوي الاتنين. يعني في الحالة دي اللي هو بحط زائد s1 بس، بتساوي 2. في الايكويشن التانية بقول 3x1 زائد 4x2. باجي هنا بقى، هنا انا عندي اللي هو كان المينيمم، كان دي مسألة لما يكون بتبقى مينيمم، ماشي. ده اللي هو بيبقى الجزء الشمال اكبر من اليمين. هنا بقول بقى ماينس s1 ماينس سوري، بقول ماينس s1 في 0 ناقص s2 بتساوي 12. ده معناه ان انا هيكون معايا ماينس s2 بس، ماينس s2 بتساوي 12. كده انا حولتها من جنرال لستاندرد. انا بس في الفرق اللي انا بعمله ان انا لما بتكون المسألة ماكس، النهاية ماكس اللي هو بيبقى الجزء الشمال اصغر من الجزء اليمين، بتبقى الاس بحط بلس s1 او 2 على حسب انا اشتغلت على الايكويشن الاولى او التانية. ولو لقيتها ان الجزء اللي هي كانت مينيمم اللي هو الجزء الشمال اصغر من الجزء اليمين، فبحط ماينس s2 او ماينس s1 على حسب برضو هي كانت فين. طب حلو، تعالوا نشوف مسألة تانية. بس لما يقول لي ان الزد مينيمم، لما يقول لي زد مينيمم انا عندي في الستاندرد لازم الزد تبقى ماكس. انا لما اجي احولها ستاندرد الزد على طول معايا لازم احولها لماكس. فانا ازاي انا احولها لماكس؟ بضرب اللي جوه بقى بشقلبه، بيبقى معايا الماكس زد بيساوي نيجاتيف 4x1 ناقص 2x2. بشقلب دي الاول بخليها بالنيجاتيف. حلو، نروح بقى نكمل نجيب الباقي، نخليها بقى الباقي ستاندرد. حولت اول حاجه ماكس، تاني بقية المسائل بقى احاول ان انا احط السلاك فاريبل بحيث ان انا اخليها ايكويشن. باخد الجزء ده اهو، دي عندي اول ايكويشن اهي، 3x1 زائد x2 اصغر من او بيساوي 2، او عندي 3x1 زائد x2 اهو. انا عندي دي كانت ايه؟ دي اللي هي المينيمم اللي هو الجزء الشمال اكبر من اليمين. يبقى اقول ايه؟ ودي اول مسألة، يعني هقول ماينس s1 بتساوي الاتنين. هخش على تاني واحدة اللي هي بيقول لي x1 اهي زائد x2 اصغر من او بتساوي، زائد x2 اصغر من او بتساوي 21. انا عندي برضو ده اهو مينيمم، الشمال اكبر من الجزء اليمين، يبقى هيبقى عندي ماينس هنا بقى s2 بتساوي 21. وعندي مسألة تالتة، في عندي مسألة تالتة اللي هي x1 زائد 2x2. هنا بقى عندي ان هي برضو سمول، فهقول ماينس عندي s3 ماينس s3 بتساوي 30. كده برضه اكون حولت دي من جنرال لستاندرد. بس دي الطريقة بتحول بيها من جنرال لستاندرد. دلوقتي بعد ما عرفنا ازاي بنجيب الستاندرد linear programming problem، هنجيب حاجة اسمها simplex linear programming problem.
ده بيبقى عبارة عن جدول بسيط كده بعمله، بس بحاول ان انا بحاول المسألة دي الاول ما ينفعش تبقى من جنرال، لازم تكون من ستاندرد، من ستاندرد بحولها لسمبلكس بقى. دي طريقة من الطرق برضو اللي بجيب بيها الماكسيمم زد، يعني بجيب بيها الاكس 1 والاكس 2 والماكس زد او المينيمم زد. تمام. فاحنا زي ما قلنا، احنا علشان تبقى الستاندرد عندي لازم يكون بتاع مسألة عندي ماكس، لو مش عندي ماكس بحولها المينيمم، هي عندي ماكس جاهزة فتمام. حلو. فالماكس زد هتبقى زي ما هي كحاليا، نحول بس المسألة عندنا الأول لإيه، لستاندرد. الأربعة اكس واحد هتبقى عندي أربعة اكس، يبقى عندي أربعة اكس واحد زائد اتنين اكس اتنين، بحولها الإيكويشن، يبقى دي أول مسألة، فهتبقى وماكس ماكسيمم ايكوال 40، يعني الشمال أصغر من اليمين، فيبقى عندي زائد اس 1، وقلنا اس 2 مش هنكتبها، بتساوي 40. المسألة التانية هيبقى عندي اتنين اكس واحد زائد أربعة اكس اتنين، هنا ماكسيمم برضو، فهتبقى زائد اس اتنين. المسألة التانية هحط اس اتنين اللي هو السلاك فاريبل، بيساوي 23. طب حلو. دلوقتي علشان ابدأ اجيب طريقة السمبلكس، انا محتاج برضو اعمل حاجة في الايه، في مسألة الزد. انا دلوقتي خلاص هي ماكس متحولة ماكس، فانا مش هحولها لحاجة، انا لو مينيمم هرجعها لماكس. بعمل ايه بقى دلوقتي؟ بودي ده كله اليمة التانية، بحيث ان اخلي المسألة دي بتساوي زيرو. يعني الماكس زد دي هتبقى عندي زد ناقص 80 اكس واحد ناقص 55 اكس اتنين بتساوي الزيرو، عشان انا عايز اعملها ايكويشن معايا تبقى جاهزة عشان اعرف اجيب الاكس 1 والاكس 2 والزد. طب حلو. دلوقتي بعد مسألة بقت عندي ستاندرد، وبرضو خليت بقى الزد بتساوي زيرو، مسألة الايكويشن زد بتساوي زيرو، هروح اعمل حاجة اسمها تيبل. هروح اعمل تيبل واحط فيه كل حاجة عندي. التيبل ده اول حاجة هيكون مكون من ايه؟ التيبل ده هيكون مكون عندي من اكس واحد واكس اتنين واس واحد واس اتنين. تمام. وهيكون عندي هنا اس واحد واس اتنين والزد، وهيكون عندي هنا البي، هقول لكم ايه هي دلوقتي، والريشيو. ودي هيكون اسمها البي. هنعرض دلوقتي كل حاجة، بس ايه، نرسم الجدول الاول وبعد كده افهمكم. بعد ما خلصنا الجدول، انا هنا البي في دي اللي هي البيزك فاريبل بتاعي اللي هو الاس واحد والاس اتنين والزد، وهنا البي هنا ده الفاليو بتاعي اللي هو الارقام. هنملى الجدول دلوقتي وهنشوف. اول حاجة عندي الاكس 1. الاكس 1 في ناحية الاس 1 اللي هو هنا كان عندي باربعة في جزء الاس 1، واتنين اهي اتنين في جزء الاس 2، والاكس اتنين من في جزء الاس 1 كان عندي باتنين، والاكس اتنين في الاس 2 كان عندي باربعة. حلو. الاس 1 هنا عندي بواحد، ومفيش هنا اس 2 فتبقى زيرو، والايكويشن عندي بتساوي 40. وتاني حاجة عندي في هنا في الاس 2 في اللاين التاني عندي هنا مفيش اس 1 فتبقى بزيرو، والاس 2 عندي هنا بواحد، والايكويشن عندي بتساوي 32. والزد عندي الاكس واحد بسالب 80، والاكس اتنين بسالب 55، وما عنديش اس واحد ولا اس اتنين. طب حلو. اول حاجة انا بعملها عشان احل بطريقة التيبل السمبلكس، عشان اجيب الزد بعمل ايه؟ اول حاجة بجيب حاجة اسمها البيفوت كولوم. البيفوت كولوم ده بيبقى بختار الكولوم اللي فيه اقل قيمة للزد. انا عندي اقل قيمة للزد هنا ايه، نيجاتيف 80. نيجاتيف 80 دي اقل قيمة للزد، فانا باخد الكولوم ده بسميه البيفوت كولوم. حلو. وبعد كده بحدد البيفوت رو. البيفوت رو ده بحدده ازاي؟ انا بشوف اقل ريشيو عندي، بس لازم تكون بوزيتيف، اقل ريشيو بوزيتيف، وبتكون هي دي البيفوت رو بتاعي. طب انا بحددها ازاي؟
انا باخد المسألة بتاعتي، الرقم بتاعي اللي هو المسألة كانت بتساوي كام، بقسمها على الرقم اللي موجود في البيفوت كولوم في نفس اللاين بتاعها. يعني ال40 اقسمها على 4، 40 على 4 يبقى الريشيو عندي هنا ب10. حلو. وهنا برضو هنا 32، هروح اقسمها على الاتنين، اقسمها على الرقم اللي موجود في البيفوت كولوم. 32 على الاتنين هيديني 16. تمام. دلوقتي انا عندي انهي اصغر لاين موجود، انهي اصغر ريشيو موجود عندي، ال10، صح؟ فانا باخد الرو بتاعها، ده اسمه البيفوت رو. تمام. انا دلوقتي بعد ما جبت البيفوت رو والبيفوت كولوم، بقى عندي البيفوت اليمنت اللي هو الرقم اللي بيبقى واخد الجزء بتاع البيفوت رو والبيفوت كولوم. انا عندي اللي هي الاربعة. طب حلو. انا بقى محتاج اعمل ايه؟ انا عايز اخلي الاربعة دي احولها لواحد وتحتيها صفار، او في يعني تحتيها وفوقيها صفار. هنا اول رقم، فانا عايز الاربعة دي تكون بواحد ويكون تحتيها صفار. انا هعمل ايه؟ هرسم جدول تاني. انا رسمت جدول تاني واضيف هنا. انا عندي بشتغل على الجزء ده اللي هو على الاس 1، عايز اخليه بواحد، فانا هسميها اكس واحد، وهنا اس واحد، وهنا الزد. حلو. احط الارقام بتاعتي. اول حاجه انا عايز اخلي الكولوم ده ماشي، ان اول رقم هنا يبقى بواحد وتحتيه صفار. فانا اعمل ايه؟ ممكن اقول ان انا في اول كولوم ان انا اقسم في في رو 1. ممكن اقول في رو 1 هعمل ايه؟ هقسم الرو واحد على 4، بحيث ان انا اخلي الاربعة دي بواحد. فانا لما اقسم الرو كله على 4، اول حاجة دي هتبقى عندي بواحد. حلو. تاني حاجة هيبقى عندي 2 على 4 بنص. تمام. 1 على 4 ب1 على 4. وهنا عندي 0 على 1 على 4 بصفر. وهنا 40 على 4 ب10. والريشيو ما بقيش جنبها عشان انا هنا هجيب ريشيو تاني، فالريشيو بس بقى فاضي. خلاص انا كده خلصت الجزء ده. ماشي. دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اخلي الجزء ده اللي هو الرقمية بتاعته، اللي عايز اخلي هنا صفر وعايز اخلي هنا صفر. عايز اخلي هنا صفر. انا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن اضرب المسألة دي في اللاين التاني ده في 2 وانقصه من الرو التاني. يعني ممكن اقول في رو 2 هعمل ايه؟ هضرب 2 في رو 1 وانقص من الرو 2. هنا بقى كتبت رو 2 سهم، معناه ان انا التغيير اللي هغيره وهحطه في الرو 2. يعني اللي لو ضربت رو 1 في 2 فانا مش هغير فيها حاجة. فانا هضرب رو 1 في 2 وانقصه من رو 2. 2 في 1 ب2، 2 ناقص ال2 بصفر. حلو. هضرب هنا هاف في 2 فهيبقى معايا 1. 1 ناقص ال4 -3. هضرب هنا في 2، 2 على 4 بنص. نص ناقص الصفر بنص. وعندي هنا هضرب هنا في 2 هيبقى ب0. 0 ناقص الواحد -1. وعندي هنا هضرب 10 في 2 هيبقى معايا 20. 20 ناقص 32 هيبقى معايا -12. بس هنا برضو انا عايز اخلي دي هنا بصفر. هعمل ايه؟ ممكن اضرب الرو الاولاني في 80 واعمل له زائد الرو التاني، بحيث ان هو 80 زائد ناقص 80 بصفر. يبقى انا هعمل الرو التالت هعمل فيه ايه؟ هضرب 80 في رو 1 واعمل له بلس للرو 3 واحطه في الرو 3. يعني هضرب 80 هنا. 80 في 1 ب80. 80 ناقص اللي هو 80 زائد -80 بصفر. ماشي. 80 في هاف هيبقى معايا 40. 40 زائد -55 هيبقى معايا -15. جميل. عندي 40 على 4 ب10. 10 سوري 80 على 4 ب20. 20 ناقص الصفر هيبقى معايا 20. وبعد كده عندي
20 في صفر بصفر، صفر ناقص صفر هيديني صفر. وعندي هنا في الآخر هضرب العشرة دي في 80، هيبقى معايا 800 زائد كان في هنا سوري، الايكويشن هنا كانت بتساوي صفر، معلش كانت عندي اهي الايكويشن بتساوي صفر. تمام، فانا عندي 800 ناقص الصفر ب800. حلو. دلوقتي عايز اجيب البيفوت كولوم. قلنا البيفوت كولوم دلوقتي انا جبت الاكس واحد، تمام، اللاين بتاعه. عايز اجيب بقى اللاين بتاع الاكس اتنين اللي هو الاس اتنين دي. فانا بعمل ايه؟ انا بختار برضو البيفوت كولوم من هنا. البيفوت كولوم قلنا اللي هو ايه؟ بختار اقل قيمة للزد. اقل قيمة للزد فين؟ اهي اللي هي -15. -15 اصغر من ال20. فانا ده معايا البيفوت كولوم. طب والبيفوت رو؟ بشوف اقل ريشيو ولازم تكون بوزيتيف. الريشيو بعملها ايه؟ انا عندي العشرة هقسمها على النص، يعني 10 على النص فيها ال20. حلو. -12 عشان اجيب بقى الريشيو التاني، -12 على -3 فيها ال4. فانا بقى عندي الريشيو ال4 دي اقل حاجة، فانا عندي ده البيفوت رو. كلام جميل. دلوقتي انا اهو بقى عندي ده البيفوت اليمنت، عايز اخليه بواحد واخلي فوقيه وتحتيه صفار. عايز اخليه بواحد، فانا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اقسم الرو ده على -3. ممكن اقول بقى هنا هعمل تيبل جديد برضو، بس هضيف عندنا هنا الاكس واحد، ودي غيرها الاكس سوري، دي اكس واحد، دي غيرها الاكس اتنين، ودي زد. حلو. انا قلت عايز اعمل ايه؟ عايز اخلي ال ال السكندري البيفوت كولوم، البيفوت اليمنت هنا ده عايز اخليه بواحد. فانا اعمل ايه؟ ممكن اقول ان انا في الرو اتنين هعمل ايه؟ هقسم الرو اتنين على -3. مظبوط. حلو. هقسم الرو اتنين على -3، هيبقى معايا صفر على -3 بصفر، -3 على -3 بواحد، يبقى معايا هاف على -3 هيديني -1 على 6. حلو. ماشي. وعندي هنا في الاس 2 عندي -1، -1 على -3 هيبقى معايا 1 على 3، و -12 على -3 هيبقى عندي ب4. حلو. ماشي. انا دلوقتي هخلي فوق الواحد بزيرو وتحت الواحد بزيرو. انا اعمل ايه؟ انا ممكن اقول ان الرو الاولاني ناقص الرو التاني في هاف. يعني ممكن اقول ان انا هحط في رو واحد، اقول ايه؟ هقول ان رو واحد ناقص نص رو الاتنين. يعني رو الاتنين ده هضربه في نص. يعني اول حاجة عندي واحد في نص في زيرو، هيبقى معايا واحد، اكتب هنا واحد. حلو. عندي نص ناقص نص في واحد هيبقى معايا هنا زيرو. حلو. هنا عندي 1/4. 1/4 ناقص يعني زائد. يعني عندي 1/4 زائد 1 على 6 في 1/2، يعني 1/12. يعني عندي 1/4 زائد 1/12 1/3. تعالى نكتبها بره طيب عشان محدش يتلخبط معايا. انا عندي هنا قلنا الرو واحد اللي هو الرو واحد اللي هو 1/4. حلو. ناقص نص في رو اتنين، ناقص نص في رو اتنين اللي هي اصلا بسالب 1/6. صح. حلو. سالب في سالب بموجب. حلو. يعني هندخل نيجاتيف هاف دي جوه، معايا 1/4. نيجاتيف هاف دي هتخش جوه، هيبقى معايا موجب 1/12. فدي هتطلع لي 1/3. بس فاكتبها في 1/3. فانا عندي هنا صفر ناقص
نص في 1/3 يعني 1/3 في النص يبقى 1/6، يبقى 0 ناقص 1/6 بسالب 1/6. تمام. بس هنا هيبقى عندي R1 اللي هو 10 ناقص نص في R2 يعني نص في 4 يعني يبقى معايا 2 بقى معايا هنا 8. نيجي بقى لآخر واحدة، أنا عايز أخلي برضه تحت ب0، فأنا ممكن أعمل إيه؟ ممكن أقول إن في الرو التالت ممكن أقول إن 15 في رو 1 زائد 15 في رو 2، 15 في رو 2 زائد الرو 3. يعني أول حاجة 15 في صفر بصفر، صفر زائد صفر بصفر، 15 في 1 ب15، 15 زائد سالب 15 يعني يبقى 15 ناقص 15 بصفر. حلو. 15 في سالب 1 هيبقى معايا 15، هيبقى معايا سالب 15/6 زائد 20. سالب 15/6 زائد 20 هيطلع معايا 53/2. حلو. وعندي 15 في 1/3 يعني ب5، 5 زائد الصفر هيطلع لي هنا 5. حلو. وبعد كده هضرب 15 في 4، 15 في 4 هيديني 60. 60 ناقص 800 هيطلع معانا 800. هيطلع معانا 860. بس انا كده اكون جبت الاكس 1 والاكس 2 اهم. فمعايا هنا الاكس 1 هيساوي 8، والاكس 2 هيساوي 4، والزد هيساوي 860. انا بس بعد ما حولت الاس 1 والاس 2 عندي الاكس 1 والاكس 2 خلاص كده جبت الاكس 1 ب8 والاكس 2 ب4 والزد ب860. طب انا عايز اجرب ان انا الانسر بتاعي صح، هتاكد منين؟ هطلع هجيب الايكويشن بتاعتي اللي هي كانت ماكس الزد بتساوي 80 اكس 1 زائد 55 اكس 2. 80 الزد بتساوي 80 اكس 1 زائد 55 اكس 2. عوض مكان كل اكس بالرقم بتاعها، فيبقى عندك هنا 80 في 8 زائد 55 في 4. تمام. 80 في 8 هيطلع معاك 640 زائد 55 في 4 هيطلع معاك 220. ف 640 زائد 220 هيطلع معاك بيساوي 860 اللي هي نفس قيمة الزد. بس انت كده اتأكدت ان انت الانسر بتاعك صح. وبس دي الانسر بتاعنا. طويل شوية بس هو ان شاء الله يكون اتفهم. هو رخم شوية وطويل بس اتمنى ان انا اكون عرفت اشرحه واتفهم كويس.